المشاهدون الأكارم، سعدتم مساء أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها بالعناوين. أعضاء الدفعة 39 للخدمة الوطنية يستهلون عامهم الأكاديمي في ساوة. انطلاق مسابقات ثقافية بين 16 مديريات الإقليم الأوسط. تكريم الطلاب المتفوقين في الامتحان الوطني بمدرسة سمعتات الثانوية. 11 قتيلا و19 جريحا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان. رئيس كوريا الجنوبية يقترح إجراء محادثات مع بيونغ يانغ. وفيضانات مدمرة تجتاح إنديانا وسقوط قتلى وإجلاء المئات. أهلا بكم. بدأ أعضاء الدفعة 39 للخدمة الوطنية الذين وصلوا إلى ساوة من مختلف المدارس الثانوية في أنحاء البلاد لاستكمال تعليمهم الصف الثاني عشر وأداء واجبهم الوطني عامهم الأكاديمي رسميا. وجاء افتتاح العام الأكاديمي 2026-2027 اليوم 16 من أغسطس في مدرسة ورساي يكالو الثانوية بمدينة ساوة، حيث قدم مدير المدرسة الأستاذ رؤسام قبرهيوت شرحا حول القوانين واللوائح المنظمة للحياة المدرسية، داعيا الطلاب إلى الاستفادة من الفرص المتاحة لهم والعمل بجد واجتهاد. وأوضح مدير المدرسة أن عدد الطلاب لهذا العام ارتفع بنحو 20% مقارنة بالعام الماضي، مؤكدا أن المدرسة ومركز تدريب الخدمة الوطنية أكملا الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب وضمان سير العملية التعليمية. وخلال فترة إقامتهم في ساوة لمدة عام يتلقى الطلاب إلى جانب التعليم الأكاديمي المنتظم برامج وأنشطة رياضية وثقافية ومسابقات في المعلومات العامة ومناظرات وخطابة وبرامج لتمكين الفتيات وندوات تحفيزية وبرامج ترفيهية إلى جانب أنشطة إنتاجية. وأكد عدد من الطلاب أن التوجيهات والنصائح التي يتلقونها بصورة دورية تسهم في تعزيز معارفهم ومساعدتهم على تبني الاتجاه الصحيح، مشيرين إلى أهمية التعرف مبكرا على أوجه القصور والتحديات التي قد تواجه عملية التعليم والتعلم والعمل على معالجتها. انطلقت يوم أمس 15 من أغسطس مسابقة ثقافية نظمتها مفوضية الثقافة والريادة بالإقليم الأوسط تجري بين 16 إدارة مديريات الإقليم. وتهدف هذه المسابقة التي تقام للمرة الثانية هذا العام إلى اكتشاف مواهب فنية متميزة من خلال توفير منصة للشباب لاختبار قدراتهم الفنية وتنمية مهاراتهم. وذكر رئيس قسم الثقافة في إدارة الثقافة والريادة بالإقليم الأوسط السيد سراج محمود أن الهدف هو تدريب فنانين شباب جدد ومتميزين، وقال إنه سيتم تنظيم برنامج تدريبي للمشاركين الذين تم اختيارهم في المسابقة في مجالهم المختار. وأوضحت مديرة مديرية 4 أسمر السيدة القانشتكو أن البرنامج يلعب دورا هاما في الحفاظ على الثقافة والقيم ونقلها إلى الأجيال القادمة، داعية للدفع به قدما انطلاقا من أهميته الكبيرة. وتشارك كل مديرية 6 أغاني معاد تسجيلها و3 أغاني جديدة، بالإضافة إلى نشيدين و3 قصائد وقصة قصيرة واحدة بجميع لغات البلاد. وأفاد التقرير أن المسابقة الثقافية ستستمر حتى 27 من أغسطس الجاري. تم التأكيد على ارتفاع عدد المؤسسات التعليمية في مديرية كرن بنسبة 16% في ظل الجهود المشتركة التي تبذلها الحكومة والمجتمع لتطوير قطاع التعليم وتعزيز فرص الحصول على التعليم. جاء ذلك خلال تقييم العام الأكاديمي 2025-2026 الذي عقد في 14 من أغسطس تحت شعار بانضباط أعلى نعمل لإنتاجية أكبر، حيث أوضح التقييم أن عدد المؤسسات التعليمية ارتفع من 68 مؤسسة في العام الدراسي 2024-2025 إلى 79 مؤسسة خلال العام الدراسي الحالي. وأكد مسؤول المؤسسات التعليمية الأستاذ يوسف عباس اللاسي أن الهدف الأساسي للمؤسسات التعليمية
يتمثل في بناء جيل متميز ومتكامل، مشيرا إلى أهمية قيام المعلمين وجميع العاملين في قطاع التعليم بمهامهم بكفاءة وفقا للسياسات والتوجيهات المعتمدة. وأوضح أن التقييم يهدف إلى تعزيز المكاسب التي تحققت خلال العام الماضي إلى جانب تحديد التحديات القائمة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، وذلك بما يسهم في تحقيق نتائج تعليمية أفضل. من جانبه أشاد مسؤول فرع التعليم في إقليم عنسبة الأستاذ كفلاي عند ميكائيل بالنتائج المسجلة في المديرية، داعيا إلى الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية والمادية والزمنية بهدف الارتقاء بجودة التعليم. وفي ختام التقييم أكدت ممثلة إدارة مدينة كرن السيدة لتا نجوس أبراهام أن تطوير جودة التعليم مسؤولية مشتركة لا تقع على عاتق المعلمين والمدارس وحدهم، مشددة على ضرورة تعزيز دور المجتمع ومختلف الجهات ذات الصلة، ومؤكدة استعداد إدارة المدينة لتقديم الدعم اللازم لجهود تطوير قطاع التعليم. كرمت مدرسة سمعتات الثانوية في العاصمة أسمر 120 من طلابها أعضاء الدفعة 38 للخدمة الوطنية الذين حققوا نتائج متميزة في الامتحان الوطني النهائي للعام الدراسي 2025-2026 بحصولهم على درجات تراوحت بين 3 و4 نقاط. وجاء ذلك خلال مراسم أقيمت اليوم 16 من أغسطس، حيث أوضح مدير المدرسة الأستاذ سلمون كيداني أن من بين الطلاب المكرمين 42 طالبا حصلوا على الدرجة الكاملة وهي 4 نقاط. وأشار إلى أن المدرسة قدمت للامتحان الوطني 584 طالبا بلغت نسبة الناجحين منهم 53.3%. من جانبه هنأ رئيس لجنة أولياء الأمور الطلاب المكرمين ومعلميهم وأسرهم على هذا الإنجاز، داعيا الطلاب إلى إعادة ترتيب أولوياتهم والاستعداد بجدية للمرحلة التعليمية المقبلة التي تتميز بمتطلبات ومسؤوليات جديدة. بدوره حث مسؤول الإدارة والمالية في فرع التعليم بالإقليم الأوسط الأستاذ مسفن ولد السلاسي الطلاب الناجحين، حثهم على استثمار وقتهم بصورة جيدة والعمل على تحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم المستقبلية. دعا مسؤول فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في إقليم عنسبة السيد الزازي برخة أب الشباب إلى الاستفادة بصورة فاعلة من الموارد والفرص المتاحة في مناطقهم بما يسهم في تعزيز إنتاجيتهم وتوسيع سهاماتهم في المجتمع والدولة. جاء ذلك خلال اجتماع عقد على مستوى إقليم عنسبة في مدينة كرن يوم 14 من أغسطس، حيث أوضح السيد الزازي أن الشباب يتقاسمون تطلعات مشتركة تقوم على السلام والتنمية والتقدم، مشيرا إلى أن العمل يتواصل في البلاد لترسيخ هذه القيم وتعزيزها باعتبارها جزءا من الهوية الوطنية. وأكد أن الاهتمام بالشباب يعني الاهتمام بمستقبل البلاد والشعب باعتبارهم ورثة المسيرة الوطنية، داعيا إياهم إلى الاطلاع بدورهم القيادي بكفاءة وتحمل مسؤولياتهم في خدمة المجتمع والوطن. وخلال الاجتماع قدم شرح موسع حول الأنشطة التي نفذت بهدف رفع وعي الشباب وتعزيز مشاركتهم، إلى جانب استعراض أثر هذه الأنشطة في تنمية قدراتهم ودورهم في المجتمع. من جانبهما أوضح مسؤول فرع كونفدرالية العمال في إقليم عنسبة السيد أتو برهان قبرات ومسؤول الشؤون السياسية للجبهة الشعبية الديمقراطية والعدالة السيد ملؤ تصفى مريم أن العمل يجري بصورة جادة من أجل بناء قدرات الشباب وتأهيلهم للمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية وتمكينهم من الاستفادة من مختلف الفرص والموارد المتاحة. مشاهدينا، فاصل قصير ومن ثم نعود لنوافيكم بالأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، استهدفت مسيرة إسرائيلية أطراف بلدة المنصوري في جنوب لبنان في ظل موجة من الغارات الإسرائيلية التي أوقعت 11 قتيلا و19 جريحا وفق السلطات اللبنانية. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن طائرة مسيرة إسرائيلية شنت غارة على أطراف بلدة المنصورية الجنوبية من دون أن تورد على الفور معلومات عن سقوط ضحايا أو حجم الأضرار الناجمة عن الضربة. بالتزامن، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع الحصيلة الإجمالية للغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق لبنانية إلى 11 قتيلا و19 جريحا.
وتأتي التطورات الميدانية وسط تصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله واستمرار الضربات الإسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان. وفي وقت سابق قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن إسرائيل تريد محادثة أكثر جدية مع لبنان بوساطة أمريكية. اقترح رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ فتح باب المحادثات مع كوريا الشمالية بهدف وضع حد رسمي للحرب الكورية، في وقت تعمل فيه بيونغ يانغ على تعزيز علاقاتها مع روسيا وترسيخ مكانتها كقوة نووية. ولا تزال الكوريتان من الناحية التقنية في حالة حرب، فالحرب الكورية التي اندلعت عام 1950 واستمرت أكثر من 3 سنوات لم تنهى بمعاهدة سلام رسمية، بل توقفت بموجب اتفاقية هدنة وقعت سنة 1953. ودعوة لي إلى استبدال ما وصفه بنظام الهدنة غير المستقر بنظام سلام دائم إذا ما تحولت فعليا إلى مفاوضات جادة تعني الانتقال من مجرد وقف الأعمال القتالية القائم منذ 7 عقود إلى ترتيبات سياسية وأمنية جديدة تنهي حالة الحرب رسميا وتضع إطارا ثابتا لإدارة العلاقات والأمن في شبه الجزيرة الكورية. وشدد الرئيس الكوري الجنوبي على أن بلاده ستطلع بدورها بوصفها صانعة للسلام وطرفا فاعلا في إرساء علاقات مستقرة داخل شبه الجزيرة الكورية. لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم جراء عواصف شديدة وفيضانات تضرب ولاية إنديانا الأمريكية، في حين تحولت العاصفة المدارية لالا إلى إعصار من الفئة الأولى مع اقترابها من جزيرة هاواي الكبرى. وذكر مركز عمليات الطوارئ في إنديانا أن بين الضحايا طفلا يبلغ من العمر 4 سنوات و3 نساء ورجلين، مشيرا إلى تسجيل الوفيات في عدد من مقاطعات الولاية. وأفادت وسائل إعلام محلية بإنقاذ عشرات الأشخاص من مناطق غمرتها المياه وإجلاء المئات من منازلهم، في حين قال حاكم إنديانا مايك براون إن العاصفة صاحبها هبوب رياح عاتية شبيهة بنشاط العاصير. وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن سرعة الرياح القصوى المصاحبة للالا بلغت نحو 120 كيلومترا في الساعة، وذلك وسط توقعات برياح عاتية وأمطار غزيرة وتحذيرات من أمواج خطيرة وفيضانات. قال وزير النفط العراقي باسم خضير إن العراق صدر في أغسطس الجاري 2 برميل يوميا، وهو المستوى الأعلى منذ بدء حرب الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز الذي كان تمر عبره معظم صادرات بغداد النفطية. وقال المسؤول ويعتمد العراق إلى حد كبير على العملات الأجنبية الناتجة عن مبيعات النفط لتمويل الواردات وتحقيق استقرار الدينار ورفع رواتب موظفي الحكومة والقطاع العام والمتقاعدين، وهم يشكلون نحو 20% من السكان الذين يزيد عددهم على 46 مليون. ويسعى العراق إلى تنويع موارده الاقتصادية. وقال المستشار المالي لرئيس الحكومة مظهر محمد صالح لوكالة الأنباء العراقية إن بغداد تريد رفع الإيرادات غير النفطية من 10% إلى 45% في الموازنة العامة بحلول عام 2037. ختاما لنشرة هذا المساء مشاهدينا في كل مكان، إليكم أبرز ما جاء فيها. أعضاء الدفعة 39 للخدمة الوطنية يستهلون عامهم الأكاديمي في ساوة. انطلاق مسابقات ثقافية بين 16 مديريات الإقليم الأوسط. تكريم الطلاب المتفوقين في الامتحان الوطني بمدرسة سمعتات الثانوية. 11 قتيلا و19 جريحا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان. رئيس كوريا الجنوبية يقترح إجراء محادثات مع بيونغ يانغ. وفيضانات مدمرة تجتاح إنديانا وسقوط قتلى وإجلاء المئات.
مشاهدينا الأكارم، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات الفريق العامل، شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.